يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن النجمة اللبنانية الكبيرة صباح، وهنكشف لحضراتكم بعض أسرار حياتها وإزاي اعترفت بخيانتها لزوجها النجم المصري الكبير رشدي أباظة مع أمير عربي. عاوزين تعرفوا مين الأمير ده وإيه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. الفنانة الكبيرة صباح من مواليد 10 نوفمبر سنة 1927 في لبنان، وتعتبر من أشهر الفنانين اللبنانيين في القرن العشرين، واسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي. الفنانة الكبيرة صباح ليها حوالي 87 فيلم وحوالي 27 مسرحية وأكثر من 3500 أغنية متنوعة ما بين اللهجة المصرية واللهجة اللبنانية. ومن أهم أعمالها أفلام زي الحب كده والرجل الثاني والأيدي الناعمة وغيرها كتير من الأعمال الفنية المميزة. أما بالنسبة لحياتها الشخصية فاتجوزت الفنانة الكبيرة صباح أكتر من مرة، ومن أشهرها زواجها من عازف الكمان المصري اسمه أنور منسي وهو والد بنتها الوحيدة هويدا، وكمان زواجها من النجم المصري الفنان الكبير رشدي أباظة واللي اعترفت بخيانته. وكانت الفنانة صباح صرحت تصريحات كتير بشأن أزواجها المتعددين وتجاربها الزوجية المتعددة، وأكدت إنها ندمانة على تعدد هذه التجارب وإنها معظمها تجارب فاشلة، وإن معظم أزواجها ما حبوهاش ولكن حبوا الشهرة والفلوس وكانوا عايزين يتشهروا على حسابها. وكمان أكدت صباح إنها خانت معظم أزواجها زي ما خانوها، حتى حبها الكبير وزوجها النجم الكبير رشدي أباظة اللي كان حلم لكل فتيات مصر، أكدت إنها خانته. وده لما كانت في رحلة في المغرب أكدت إنها خانته مع أمير عربي وهو ابن ملك المغرب. ورغم كده أكدت إنها كانت شديدة الحب للنجم الكبير رشدي أباظة، وإنها ما كانت شايفة عيوب فيه إلا شربه للخمر، وإن هو كان بيشرب الخمر بإفراط وبطريقة سببت لهم الكثير من المشاكل والمتاعب.